الكائن اللي انتوا شايفينه ده مش عاجبه صور المصريين اللي منزلينها بلبس الفراعنه. وهنا بقى في شويه اسئله واقفه في زور امي. هو سيدنا موسى لما عاش في مصر كان بيلبس زيهم ولا كان بيلبس اديداس؟ سيدنا يوسف لما عاش في مصر وكان عزيزها كان بيلبس زيهم ولا كان بيلبس فرزاتشي؟ اكيد كانوا بيلبسوا ملابس اهل البلد نفسها. يا اخي اعتبرنا بنتشبه بسيدنا موسى وسيدنا يوسف. ثم ان القدماء المصريين اللي كانوا بيلبسوا اللبس ده وقتها كان اغلبهم موحدين بالله، يعني كانوا بيؤمنوا بالله وبرسله. يبقى ايه المشكله اللي عند مامتك يا شيخ احيه؟ ولا مولانا بس وجعوا افتخارنا باجدادنا المصريين القدماء لانه هو وامثاله عايزيننا نقول ماء، عايزين يجردونا من هويتنا وانتمائنا علشان يعرفوا يسوقوا الناس زي البهايم. والقصه انا عارف لا لبس ولا تشبه. الدليل ان الشيخ جوده احيه بيلبس بدله وكرافته وبيتشبه بالاوروبيين. طب ما ابو جهل كان بيلبس جلابيه، يعني كده بيتشبه بالرسول؟ يا اخي ده انا حتى عمري ما شفتك لابس لا عمه ولا ازار ولا شفت ملامحك كده يعني بتقتدي بالرسول. فانا بقى حبيت البسك على مزاجي يا شيخ احيه علشان صرمك يهدى وما ياثرش على القولون الهمجي بتاعك. شد يا جوده شد وشيروها له.